سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بأبرز العناوين. صرف أكثر من 68 مليون نقفة لأسر الشهداء في الإقليم الجنوبي. إشادة بمزارع الري على ضفاف وادي القاش. افتتاح فعاليات أسبوع شباب إقليم شمال البحر الأحمر. أمريكا تعلن إجراء مناورات جوية في الشرق الأوسط. سلوفاكيا تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي. مستويات قياسية للذهب والفضة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي أنه تم صرف أكثر من 68 مليون نقفة لأسر الشهداء في الإقليم الجنوبي خلال عام 2025. جاء ذلك في اجتماع تقييمي عقد في 27 من يناير في مندفرة. وذكر التقرير بأنه تم توزيع مساعدات مالية وعينية بقيمة تزيد عن 1.2 مليون نقفة قدمت من قبل المواطنين في الداخل، وأكثر من 4.2 مليون نقفة تبرع بها مواطنون مقيمون في الخارج لأسر الشهداء. وقال رئيس فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي سيد هيلا جبر ميكائيل إن التقييم سيساعد في تحديد نقاط القوة والضعف، موضحا أن ضمان الاستدامة من خلال رفع مستوى الوعي العام ببرامج إعادة التأهيل والتنمية هي إحدى الخطط الرئيسية لعام 2026. وناشد المشاركون في الاجتماع بعد تقييم تنفيذ البرامج من حيث التحديات مراجعة أوضاع ذوي الإعاقة والتطبيق الكامل والعادل لقوانين العمل. وأشار المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الجنوبي السيد قلاب تسفاس اللاسي أنه فيما يتعلق بتحديد المحتاجين وذوي الإعاقة فإن العمل لا يسير بطريقة مرضية، حثا على الاهتمام بعلاقات العمل لما لها من دور هام في تعزيز الإنتاجية. بدوره دعا المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرة آف السهية لتعزيز الأنشطة على مستوى المديريات لتفعيل برامج الضمان الاجتماعي. أفاد أخصائي تنمية البساتين في مكتب الزراعة بمديرية تسنية سيد عند مريم أملسوم إن البساتين المزروعة بضفاف وادي القاش في حالة جيدة. وذكر أنه تم حصاد حوالي 62 ألف كنتال من الخضروات و22 ألف كنتال من الفاكهة و610 هكتارات من الخضروات و240 هكتارا من الفاكهة في عام 2025 المنصرم، وإن أغلب أنواع الخضروات كانت من البصل ومن الفواكه الموز. وأوضح أن المزارعين في المديرية لا يقتصرون على الخضروات والفواكه فحسب، بل يشاركون أيضا في زراعة محاصيل المرتفعات، مضيفا أن الطاف والقمح المزروعين في الموسم البارد يحققان نتائج مشجعة. وأضاف أنه تم حصاد ما بين 7 إلى 10 كنتالات من الهكتار الواحد من حوالي 155 هكتارا من الطاف المزروع العام الماضي. وذكر السيد محمد علي محمد نور وهو أحد المزارعين إنهم يحصدون محصولا وفيرا بفضل موارد وادي القاش بدعم وإرشاد من قبل المتخصصين الزراعيين بشكل مستمر. هذا ويوجد 209 من المزارعين يزرعون حوالي 2200 هكتار في إدارات ضواحي 13 وعلي قدر وعد عمر وتسني، وفقا لإفادة مكتب الزراعة في مديرية تسني. تم افتتاح فعاليات أسبوع شباب إقليم شمال البحر الأحمر في مدينة مصوع اليوم 28 من يناير تحت شعار بحرنا مستقبلنا، بحضور حاكمة الإقليم السيدة أسمرة برهة ورئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد دين. وأوضح مسؤول مكتب اتحاد الشباب في مديرية مصوع الشاب داوود تخلوم إن الفعاليات التي ستستمر ل4 أيام
ستتضمن أنشطة مشتركة بين التنظيمات الشبابية على شكل مسابقات وتبادل الخبرات وابتكارات وحرف وفعاليات ثقافية، بالإضافة إلى مسابقات تعليمية ورياضية بمختلف المستويات. وذكر مدير مديرية مصوع السيد هيلي أسفها بدوره أن تاريخ الشباب الإريتري هو تاريخ مليء بالنضال والتفاني، وحث الشباب على المشاركة الفعالة والمساهمة في المرحلة التي دخلناها واكتشاف الفرص والموارد واستغلالها بالشكل الصحيح. كما يقام على هامش الفعاليات معرض للكتاب لغرس ثقافة القراءة لدى الشباب بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإريترية. يعرف أن فعاليات أسبوع شباب إقليم شمال البحر الأحمر سيستمر حتى 31 من يناير الجاري. أفاد قسم الزراعة والأراضي في تقييم له أجراه يوم أمس 27 من يناير أنه يتم بذل الجهود لإنتاج أغذية مغذية وفعالة وكافية على مستوى الإقليم الأوسط. وفي حديثه في الاجتماع الذي حضره المهنيون الزراعيون ومدراء 16 مديرية تابعة للإقليم، ذكر ممثل قسم الزراعة والأراضي السيد أسرات هيله أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو العمل معا لضمان غذاء آمن ومغذي للجميع وفقا للخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الزراعة الموضوعة من عام 2024 وحتى عام 2028. وقال إنه تم توزيع 13,711 قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع و3718 خلية نحل ونحو 90,000 فرخة في 84 قرية بحلول عام 2025، وأن العمل يسير بشكل جيد. كما تمت مناقشة برامج الحفاظ على المياه والتربة وتنمية الري وإثراء الثروة الحيوانية وأنشطة تنمية المحاصيل وسبل مراقبتها وأنشطة مصائد الأسماك ومنتجاتها وبرامج الزراعة المصغرة المربحة وتوليد الدخل وأنشطة إدارة الأراضي والبيئة، بالإضافة إلى تقديم التقارير الموضحة التي تصف العمليات والمساحات التي أجريت وتقييمها بدقة. وأضاف ممثل وزارة الزراعة سيد تخلاي مسكنة إنه تم تنفيذ برامج فعالة للحفاظ على المياه والتربة في الإقليم الأوسط، وحث المزارعين على ممارسة استخدام الأسمدة الطبيعية لزيادة الإنتاج والمحافظة على البيئة على حد سواء. وأخيرا حث المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان المزارعين على زيادة إنتاجيتهم من خلال اتباع نصائح وإرشادات الخبراء الزراعيين والعمل للجهاد على برامج الحفاظ على المياه والتربة. تعهد أهالي مديرية نقفة بزيادة مساهمتهم في تطوير مؤسسات الخدمة الاجتماعية المتوفرة لهم والحفاظ على التراث النضالي التاريخي وضمان نظافة البيئة. جاء ذلك خلال اجتماعهم مع مدير المديرية. وذكر مدير المديرية السيد يعقوب إدريس في تصريحه إن المديرية تشهد تغييرات إيجابية بفضل البرامج المتضافرة التي يتم تنفيذها لتحسين معيشة المواطنين. ودعا الأهالي إلى زيادة مشاركتهم في حملات صيانة الطرق ونظافة البيئة، وإنه يجب صيانة وإدارة مشروع مياه الشرب النظيفة الذي أنقذ الناس والماشية من التكاليف والأمراض بشكل صحيح. وأشار إلى أن مدينة نقفة والمناطق المحيطة بها غنية بالتراث التاريخي، مضيفا أنه ينبغي على السكان الحرص والمحافظة على هذه الموارد وتوريثها إلى الأجيال القادمة. تبرع أعضاء جمعية مالكي سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط للمرة 14 ب60 وحدة من الدم يوم أمس 27 من يناير. وذكر الأمين العام للجمعية سيد إتبار خايلي أن التبرع بالدم عمل خيري لا يتطلب المناشدة، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بالتبرع بشكل منتظم. وأوضح منسق برامج التبرع في بنك الدم الوطني الممرض عقبة يوهنس ومسؤول قسم التنظيم في جمعية المتبرعين الإريترية سيد يوناس تسفى ميكائيل بدوره للمتبرعين الأفراد والجمعيات يقدمون مساهمة كبيرة في ضمان سلامة المواطنين في تقديم الخدمات الصحية، وحث الطلاب على المشاركة في التبرع بالدم في فترة عطلاتهم الدراسية. وأشار المتبرعون في الختام إلى أن التبرع بالدم لا يسبب أي ضرر لصحتهم، بل على العكس من ذلك فهو يساعدهم على معرفة حالتهم الصحية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية.
أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستجري مناورات جوية عسكرية عدة أيام في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعتها القتالية إلى المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان إن هذه المناورات ستظهر القدرة على نشر القوى الجوية القتالية وتوزيعها والحفاظ عليها على امتداد الشرق الأوسط وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرارا بضرب إيران ثم هدأ لهجته قائلا أن طهران علقت تنفيذ إعدامات كانت مقررة بحق متظاهرين. تعتزم سلوفاكيا تقديم شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية على محكمة في الاتحاد الأوروبي للطعن في الحظر الذي فرضه الاتحاد على واردات الغاز الطبيعي من روسيا، حسب ما أعلن رئيس الوزراء روبرت فيكو في براتسلافا. وقال فيكو إن قاعدة الاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ معالجة القضايا الملحة على المستوى المحلي الذي يسمح لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ القرار بشأن مزيج الطاقة الخاص بها. ووصف الحظر بأنه انتهاك للمبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي. وتتطلب قاعدة الحظر الذي تبنته أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة وقف واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وصوتت سلوفاكيا والمجر ضد القرار، وامتنعت بلغاريا عن التصويت عندما تم إقراره، حيث صوتت 24 دولة لصالح القرار. قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا مستوى 5100 دولار للأوقية، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي بشأن جرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 5083 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5110.5 دولار في وقت سابق. وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64% في عام 2025 مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية وزيادة الطلب من البنوك المركزية وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. ومددت الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر الماضي. أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح قمرا صناعيا من الجيل الثالث لخدمات القوى الفضائية الأمريكية باستخدام صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانيفرال. ونقل القمر إلى مدار الأرض المتوسط لتعزيز دقة خدمات الملاحة والتوقيت في التطبيقات العسكرية والمدنية، وهو القمر التاسع من طراز GPS 3 في الكوكب المتقدمة. هبط المعزز الأول بدقة على منصة في المحيط الأطلسي محققا الهبوط رقم 564 في تاريخ الشركة. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. صرف أكثر من 68 مليون نقفة لأسر الشهداء في الإقليم الجنوبي. إشادة بمزارع الري على ضفاف وادي الجاش. افتتاح فعاليات أسبوع شباب إقليم شمال البحر الأحمر. أمريكا تعلن إجراء مناورات جوية في الشرق الأوسط. سلوفاكيا تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي. ومستويات قياسية للذهب والفضة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.